هاي النهاردة الحد 10 أغسطس، ومش عارفة ابتدي منين. انا في مود شاعري قوي. عندي حاجات كتيرة اقولها وتأملات كأني محتضر. وهسيب وصيتي. بهزر. انا مش في مود شاعري، انا في مود انا عايزه اعيط بس. عايزه اعيط وعايزه امنع نفسي، فقلت احط نفسي قدام الامر الواقع وافتح البودكاست. جماعة، ماما سافرت النهاردة، لسه موصلها المطار و back to being lonely. بجد I feel so lonely. نسيت اصلا الاحساس ده، نسيت احساس ان انا عايش لوحدي. كمان خصوصا ان زي ما انا قلت لكم برضو قبل كده ان انا مددت الجامعة extended. فدلوقتي صاحبتي اللي كانت ساكنة معايا كمان مش موجودة، هي خلاص خلصت ومشيت بعد التخرج على طول، فهكمل انا لوحدي يعني. المهم لحظة واحدة، عمل لوك من نفسه. المهم يا جماعة. هو انا فعلا عايزه اعيط بس يا ربي. المهم بس مش قادره من كتر ما انا بجد تعبانه وعايزه انام. يعني انا قاعده بسجل لكم من على السرير تاني، لو لاحظتوا انا بقالي كتير جدا مش بسجل من على السرير، وده كان لظروف خاصه، وهي ان ماما كانت هنا. هي دي خلاص اهو عرفتوا الظروف. بس فكنت بسجل بس في النبطشيات. دلوقتي انا قاعده بسجل من على السرير وليترالي بص على السقف، مش عارفه اعمل اي حاجه، فقدت الشغف، ناسيه الاحساس ده تماما. اختي حتى كلمتني وانا راجعه من المطار، فبتقولي هي عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. مش عارفه ايه تقولي ايه. طيب ما مش بتعيطي؟ ما عيطتيش ولا مش هتعيطي؟ بس قلت لها لا لسه بقى لما اروح البيت، ما انا في الطريق. المهم الحمد لله روحت ما عيطتش عشان الحوض اتسد، فقعدت احاول اسلكه وقعدت اشتغل في الموضوع ده هو اللي اخد كل وقتي بصراحة. يعني كان خير بصراحة، بجد يعني. لو الحوض ما كانش اتسد، انا متأكدة ان انا كنت هقعد اعيط. بس ما بين المغرب والعشاء، هو كانت الفترة اللي هي مش عارفة مدخلكوا في تفاصيل وحشة اوي بجد. المهم كان ما بين الفترة بتاعة المغرب والعشاء، فانا اللي هو صليت المغرب وعايزه انام جدا بس مستنيه العشاء، فاهمين؟ فلو انا كنت هقعد في فراغ ان انا عايزه انام وان البيت فاضي ما فيش ماما. فبس جايه بقى عند الحوض لقيته كده اتسد. قعدت بقى لحد ما العشاء اتدنت، صليت وبرضه بدخلكوا في تفاصيل، ودلوقتي خلاص اهو هدخل. بس المهم كنت قاعده بفكر في حاجات كتيرة قوي يا جماعة. ان المغترب الوحيد بعد 6 سنين في الاغتراب اتعلمت ان الست ملهاش غير بيتها وجوزها بصراحة بقى. هي دي ال يعني البتاع الوحيدة، الحكمة الوحيدة. ليه بقى؟ لان يا جماعة مفيش اي حاجة. اتعلمت ان فعلا مفيش حاجة تستاهل الغربة والوحدة. يعني الست ملهاش غير عيلتها دي بقى، جوزها وعيالها، ولا بيت اهلها، ولا whatever كده. بس فعلا الست ملهاش غير عيلتها. وبعدين انتوا عارفين بجد انا اكتشفت ان مفيش حاجة اسمها strong independent woman يا جماعة. ده طلع وهم وطلع اي كلام خالص الموضوع ده يعني. والموضوع ده انا كنت شارياه بقلب جامد، ودايما كنت شايفة نفسي بس بمجرد ان انا بدرس برا لوحدي فانا كده oh my god strong independent woman. مفيش حاجة اسمها كده، تمام؟ والدرس ده انا اتعلمته حديثا من بعد ما الله يمسيها بالخير البنت صاحبتي اللي كانت ساكنة معايا مشيت. اتعلمت الموضوع ده واحدة. ادركت ان انا يعني ضعيفة قوي، انا اضعف من ما انا كنت فاكره. عامه اصلا كانوا بيسموني برضو في البيت في العيله يعني strong independent عيوطه، من كتر ما انا كنت بعيط بجد يعني. ماشي بتصرف في الموقف وكل حاجه، بس لحظه واحده اعيط الاول وبعدين نشوف هنحل الموضوع ازاي. بس المهم
فأدركت حديثا ان انا اصلا مش سترونج ولا independent ولا حاجة، وده عبط، مش حاجة حلوة اصلا، مش اللي هو حاجة ان احنا مفروض نفتخر بيها وانه oh my god انا strong independent woman وانا مش محتاجة اي حد، انا قوية واقدر اتصرف واحل كل اموري بنفسي. نو ربنا ما خلقناش كده، ربنا ما خلقناش ان احنا كستات ان احنا نعمل كل الحاجات دي لوحدنا. تمام. يعني حتى كنت لسه بتفرج على فيديو كده، الست بتقول انه احنا لو احنا strong independent فده بسبب ان يعني اللي يخلي ست strong independent مش فاكرة مش ايه، بس يعني بقيت الجملة، بس الاضطرار هو اللي يخليها كده، مش اللي هو الحاجة اللي انا مش فاكراها اللي هو most probably انه ايه، مش ان هي مش باختيارها، يعني فاهمين؟ مفيش حاجة اسمها ان ست هي تقول لا انا عايزة ابقى كده، لا. طب وليه؟ يعني احنا مفروض ان احنا فعلا، مش هقول برضو ان احنا بنتدلع، ولو ان انا مع الموضوع ده جدا جدا جدا. انا I support highly support ان الست تتدلع وبس وتبقى يعني ملكة، بس ده يعني احنا على ارض الواقع ننزل للدنيا ومفيش كده. بس انا مع ان الست ليها حاجاتها، ليها الحاجات اللي هي شاطرة فيها، يعني هي عندها صبر وطولة بال، ممكن مش كلنا يعني، عشان انا مدركة ومتفهمة كويس قوي ان مش كلنا بس overall احنا عندنا صبر وطولة بال على حاجات معينة الرجالة مش عندهم. مثلا يا جماعة احنا عندنا شغل معين في البيت، خلاص التاسكات دي يعني ايه جو لا لازم نقسم شغل البيت بالعدل، لا هو مش عمره ما يبقى بالعدل او بالنص، عمره ما يبقى كده. يعني هو لازم يتعب وهو اللي المهم مش هندخل في التفاصيل دي. المهم هديكوا تاسك بسيط جدا، مثلا رمي الزبالة، ده شغلة الراجل، ده بيورلي شغلانة الراجل. فرمي الزبالة ده فعلا مش انستولد عندي خالص، مش بقدر يعني مهما كان. بصوا دايما مثلا رمي الزبالة ده، يعني برضو الله يمسيها بالخير اللي كانت ساكنة معايا كان هو ده شغلها، وهي كانت ما شاء الله بتعرف تعمل الموضوع ده وما بتنساش، ودايما هي اللي عليها حوار الزبالة، هي تلملم الزبالة وهي اللي ترميها. ماشي. انا عليا تاسكات تانية زي الغسيل، يعني انا برضو مش قاعدة كده عشان بس ايه، المهم ما نفهمش غلط، انا برضو ايه عندي تاسكات تانية وكتيرة وكده، بس رمي الزبالة دي عشان عمري ما بقدر انها تثبت في مخي، يعني دايما بنساها. الزبالة بتبقى جنب الباب، مثلا لما ماما جت وقعدت معايا فهي كانت مسلمه لي انا موضوع رمي الزبالة، بس ما بقدرش، يعني فعلا انا بنسى، هي قدام الباب بس ما بتتسجلش عندي، not registered not uploaded، مفيش الفايل ملهوش مكان، ملهوش يعني it doesn't fit في مخي ان انا اشوف الزبالة واخدها معايا وانا طالعة من البيت. تمام. فدي مثلا حاجة بيورلي عند الراجل. وسبحان الله كل البيوت او كل البيوت اللي انا شفتها يعني واللي انا عشت فيها ان الراجل هو اللي بياخد موضوع الزبالة ده، هو ده دوره. تمام. موضوع الغسيل مثلا، الغسالة عادي ما عنديش مانع ان انا اللي اغسل، دي حاجة اوكي الست ممكن تعملها. شفت رجالة برضو بتعرف تغسل هي الغسيل وعادي متولية الشأن ده. بس فدي انا بديكوا امثلة بسيطة عشان مش قادرة ان انا اسير الجدل في الوقت الحالي. بس غيرها ايه، في حاجات معينة زي موضوع النجارة والتسبيك، التسبيك اللي هو تسليك تسليك الأحواض ده مثلا، ده شغل رجالة، بس الحمد لله بسم الله ما شاء الله، الحمد لله النهاردة عرفت أحل الموضوع. بس يعني وبرضو بصراحة عشان ما خدش الكريدت ليا، ماما هي اللي قالت لي، انا ما عرفتش طبعا، انا احتست اول ما لقيت الحوض مسدود. ايوه يا ماما الحوض مسدود، يعني اتصرفي بقى ماما في المطار، بس اتصرفي. المهم الحمد لله اتحل. بس مثلا حاجات دي، حاجات النجارة، حاجات تركيب العفش، انا ده ما بعرفش فيه. شفت بنات ليها خلق على تركيب العفش، لما عارفين ما بتجيبوا عفش اونلاين مثلا او عفش مش متركب وانتوا اللي تقعدوا تركبوا، دي انا ماليش خلق فيها خالص، يعني دي شغلانه راجل، دي مش انا اللي هعملها مثلا. تمام. ففي حاجات بجد لا شغلانه راجل، يعني بجد. مثلا يا جماعه ادركت ان موضوع
يعني ان احنا نقعد مثلا الكونكشنز ومش عارفه ايه. المفروض تمام انا ممكن يبقى عندي كونكشنز وكده، بس بالنسبه لي مش بتبقى از ايزي از لما انا حاسه ان انا كده اديت كل الشغلانات للراجل. بصوا ممكن برضو عشان انا تعبانه دلوقتي فانا قاعده بدلجيت كل الشغل للرجاله، بس اللي انا ادركته يعني خلينا بجد نتكلم جد جد بقى بجد، ان بصراحه لا مفيش حاجه اسمها سترونج اندبندنت. المفروض لا، احنا بنتعايش وبنكمل بعض. امال احنا بنتجوز ليه في الاخر رجاله؟ يعني عشان بنبقى اكيد في حكمه انه لحظه واحده عمل لوك تاني، ان احنا كل واحد ليه اشغاله، فاهمين؟ كل واحد ليه شغله والتاسكات اللي عليه وبنقسمها بس. لكن جو انا اقدر اعمل كل حاجه وهو يقدر يعمل كل حاجه، ما خلاص طب ما كل واحد يعيش لوحده. وبالفعل هو ده اللي حصل فعلا مع اشتهار الترم الترم اللي هو بتاع strong independent woman. زاد برضو اشتهار concept الانديفيدواليزم، يعني مع ده زاد ده. ما بقاش فيه الاعتمادية بتاعت زمان، الاعتمادية الحلوة اللي هي بتخلي الواحد يبني بيت مثلا، او بتخلي ان الواحد يبني كوميونيتي، يبقى فيه كوميونيتي. احنا دلوقتي مثلا في كل العمارات اللي انا عزلت فيها في تركيا دي مثلا ما كانش عندنا علاقة مع جيراننا، يعني ما كانش فيه اللي هو صلة الجيران وعلاقة الجار بالجار والحاجات دي ما كانتش موجودة. يعني كان بجد كل واحد منعزل. وما اعتقدش برضو انه اي حد ليه علاقة بجيرانه قوي، يعني من اللي انا من صحابي والناس اللي حواليا. فالموضوع ده قل. ده ابسط مثال مثلا، فاهمين؟ كوميونيتيز دلوقتي ما بقتش كوميونيتيز قوي، بقى كل واحد بقى البيوت لوحدها خلاص، كل بيت مقفول عليه وذاتس ات. مفيش جو ان احنا نبني علاقات وكوميونيتي ومش عارفه ايه والجو ده، نو واي. مهم لا يعني بجد دي كانت اكبر ادراك، اللي هو كان حاجه زي كانها ابيفاني عليا. ابيفاني اللي هو زي وحي كده، استغفر الله طبعا مش وحي، ولكن هو زي كأنه اللي هو اوكي كده، فاهمين؟ عارفين لحظة الابيفاني؟ تمام. مهم فكانت هي لحظة كده اللي هو ايه ده بجد، طلعت أكذوبة. strong independent woman دي طلعت أكذوبة بصراحة. راحة برضو يعني، بصراحة هي حاجة راحة، حاجة ريحتني. ليه؟ لأن يعني let's admit تمام كل واحدة بتسمعني أو بلاش بتسمعني مفيش كتير عامة، بس كل واحدة يعني عامة أي بنت ديب داون بتحس ان هي لأ يا جماعة محتاجة حد هو اللي يعمل لها كل الحاجات بجد. يعني انا لو بايدي فعلا ادريجيت كل حاجة خلاص مش قادرة بس ده لظروفي الحالية دلوقتي ان انا ماما لسه ماشية. بس عامة فعلا بحس ان لأ، يعني ديب داون اي بنت وبتكلم جد دلوقتي تمام، ان اي بنت بجد ديب داون بتحس ان هي لا انا على فكرة مش قد ده كله، لا انا مش عايزه اعمل ده كله لوحدي. مش اللي هو الله انا براود ان انا بعرف اعمل كل ده لوحدي، او ماي جاد انا لا ده كونسبت احنا اشتريناه بس يعني عشان نجمل الموضوع. لكن ما فيش حاجه اسمها كده. ما بتبقاش براود ان هي عملت ده كله لوحدها، لا هي بتكون بتقول ياه مش كان لو معايا حد دلوقتي بيفهم وبيعرف يعمل الحاجات دي هو اللي يحلها عني، فاهمين قصدي؟ بس فلا يعني ده أكذوبة. ما تخلوش حد يخليكوا تصدقوا كلمة ان لا انا strong independent الله برافو عليا. لا مش برافو عليكي، لا لا ليه ده انت كده بتاخدي حاجات صفات مش صفاتك، وبتعملي حاجات مش يعني تاسكات مش تاسكاتك، فاهمين؟ الا لو مضطره فدي تمام ماشي خلاص، وده الحمد لله ان ربنا بيعيننا على كده ان احنا نقدر نتصرف في الحاجات دي. لكن كده عامه لا اطلبي المساعده عادي. لو انت قادره تطلبي المساعده اطلبي. لو عندك حد تسأليه حتى لو بنت، يعني انا مثلا بقول لكم البنت اللي كانت معايا دي كانت هي اللي بتساعدني في حاجات كتيره. يعني مثلا لما كنا بنيجي نعزل ومش عارفه ايه كانت ما شاء الله بجد هي كانت انا لسه مدركه ده حديثا يا جماعه، هي كانت الراجل بتاع البيت. يعني انا كنت دايما فاكره ان انا السترونج اندبندنت
يعني مثلا يا جماعه كنت بقول لكم، معلش عشان في تليفون جالي. كنت بقول لكم ان البنت اللي كانت معايا دي هي فعلا اكتشفت ان هي الراجل البيت، يعني هي اللي كانت بتمسك حاجات كتيره. انا ما كنتش مدركه ان انا كنت دايما فاكره ان انا راجل البيت، ان انا يعني اللي خلاص بقى مفيش حد قدي، انا اللي سترونج اندبندنت وايه، وانا اللي بتولاها اكتر يعني. بس سبحان الله سبحان الله لسه مدركه حديثا، وده بعد ما هي مشيت برضو، ان لا، هي كانت راجل البيت برضو to a huge extent. يعني انا كنت ايه، مثلا يا جماعة في موضوع العزال كانت هي اللي بتكلم الرجالة بتوع الناس بتوع النقل، شركات النقل، وهي اللي تتفق معاهم، وهي اللي تبعت لهم الفيديوهات والصور بتاعت الحاجات اللي احنا عايزين ننقلها، لان هم بيقعدوا يطلبوا مثلا انتوا هتنقلوا عفش ايه، ورايحين الدور الكام، ومن الدور الكام، ومش عارفة كذا كذا اسانسير ولا لا. كل الحاجات دي كانت هي اللي بتعملها. فدي انا ما ادركتهاش الا بعد ما مشيت، لان انا يعني فاهمين كنت بشوف ان لا، ما انا بشارك بقى ما احنا قاعدين بنعمل باكينج يعني، ما انا بباك برضو في البيت، مثلا قاعده بباك وبباك المطبخ وبباك الحمام ومش عارفه ايه. ولما عزلنا بقى للبيت الجديد مثلا انا اللي برتب، وانا اللي برجع الحاجات مكانها، يعني مدخلاكوا في تفاصيل بس عشان الحاجات دي بتتشرح باكزامبلز بس، فاهمين؟ انا كنت اقعد ارجع الحاجات مكانها، وانا اللي انظم المطبخ، ودي هنا ودي هنا ودي كذا وكذا ودي تتعمل كذا، بس فاهمين قصدي؟ فده اوتوماتيكلي. فسبحان الله يعني ده مش معناه برضو ان هي راجل، ولا معناه ان هي اللي هو مبسوطة قوي بكده، بس احنا كنا مضطرين، كان حد مننا هيعمل كده، هو كان اوتوماتيكلي بيحصل كده. يعني احنا الحمد لله برضو كانت دي حاجة من ربنا، من تيسير ربنا، ان البنت دي كانت بجد بنت حلال جدا ونظيفة وكويسة، وحتى احنا we were really good friends حتى، يعني لما كنا ساكنين مع بعض وفي فترة حتى كنا بجد قريبين جدا وصحاب وكده. فالحمد لله ده بجد من ستر ربنا، ان هي كانت فلات ميت كويسة، او يعني كانت صديقة سكن كويسة، تمام. بس فكانت الحاجات دي بتحصل اوتوماتيك، انه هي ايه يعني، خلاص احنا بنجيب الارقام وكده، فخلاص هي بتكلم الرقم، وانا اللي باخد بالحاجات التانية، هي تعمل كذا كذا، فاهمين قصدي؟ فايه يعني من الاخر اللي انا بقوله لكم، كواحدة كانت فاكرة نفسها ان هي strong independent woman، طلعت مش كده، طلعت woman بس. تمام، طلعت وومن بس، والحمد لله يعني بعرف اتصرف وكده. بس وي كانت كول ان انا بعرف اتصرف، ان خلاص انا كده سترونج اندبندنت وومن، لا، ما يعني زي ما انتوا شايفين كانوا بيسموني السترونج اندبندنت عيوطه، فعندهم حق طبعا. بس المهم ما طلعش في حاجه اسمها سترونج اندبندنت وومن، مفيش حاجه اسمها كده، ومش حاجه حلوه يعني. برضو خلينا بقى ان احنا ننشر فكرة ان دي مش حاجة حلوة على فكرة، عشان كنت دايما شايفاها ان هي حاجة حلوة وحاجة مفروض افتخر بيها، مع ان انا كنت عيوطة يعني، عشان واضح ان انا مش قادرة، انا مش قد اللقب ده، فاهمين؟ ولا ست قد اللقب ده، عادي تدلعوا. ويعني برضو لو احنا نبقى نتكلم في ارض الواقع، ماشي، هو مش هيكون دلع، بس هيكون ايه، كل واحدة تعمل وظيفتها، كل مخلوق ايه يعمل وظيفته، تمام. دي الحاجة التانية ان بجد بجد يا جماعة، يعني الوحيد اللي هيكون available ليكو في اوقات الوحدة والغربة والجو ده كله والدراما وكل الظروف في كل احوالكم في كل الاوقات، هو ربنا بجد. والموضوع ده بجد very مش عارفة، مش عايزة اقول underrated، هو مش underrated، بس هو فعلا يعني ناس كتير ما بتتكلمش عن حتة ان قد ايه بس الدعاء، او ان الواحد يتعلم يتكلم مع ربنا، لان دي برضو مش حاجة اللي هو سهلة، يعني مش حاجة اللي هو اي حد بيعملها كده، اللي هو انا اتكلم، لا، انا لاحظت انه انا نفسي، انا فاكره لما ماما كانت بتقولي كده ما كنتش بفهمها، يعني ما كنتش فاهمه ايه اتكلم مع ربنا، قصدك ايه يعني يا ماما؟ يعني اعمل ايه يعني؟
طب ما انا مش بصلي مثلا دلوقتي، يعني ان انا قصدي خلصت العشاء وكده، مش اعمل ايه؟ طيب انا متضايقه اعمل ايه؟ ليه لا اتكلم؟ يعني مش لازم، لان انا كان عندي كونسبت ايه، ان انا اتكلم مع ربنا في الصلاه بس. ما ده عبط برضو، فاهمين؟ لا طبعا اقدر عادي في اي وقت. فدي حاجة مثلا برضو بالترتيب. يعني مثلا خدوا المثال ده، الجورنالينج. مش اي حد يقدر يجورنال، بتحسوا انه ايه ده، this is very awkward، انا والقلم والجورنال قاعدين. نعم اهلا وسهلا، فاهمين؟ اتشرفت بمعرفتك، انا جانا وانت جورنال، وبعدين اعمل ايه كده؟ فناس كتير بتبقى عندها نفس الاحساس ده، يعني اللي هو أنا لا طبعا انا I don't journal. تمام ماشي don't، يعني دي هنتكلم عليها زي ما قلت لكم قبل كده، قلتها قبل كده زمان وما زلت بقولها دلوقتي، ان حلقة الجورنالينج دي انا عايزة اعمل حلقة عن جورنالينج بس لما البودكاست تتشهر شوية، عشان بجد الموضوع ده رائع رائع رائع. بس المهم يعني ان دايما بيكون في جاب ما بين، مش جاب سوري، بيكون في جدار خفي ما بين الجورنالينج والشخص. نفس الحاجة بتحصل لما ايه، يعني لما اقول لكم انه لا اتكلموا مع ربنا. في ناس كده، مش بتكلم على كل الناس، بس في ناس فعلا اللي هو مش قلة ايمان ولا قلة كده، مش قلة حاجة، بس بتبقى فعلا هو حاجز. تمام، بيبقى حاجز، ومحتاج الواحد ان هو يتعلم ازاي يكسر الحاجز ده وخلاص. لا يعني يخش في الموضوع فعلا، او اللي هو يعني عادي انه يبتدي يتكلم عادي بالمصري، او يعني باللهجة بتاعته، مش لازم عربي فصحى مثلا، كبداية حتى، فاهمين؟ كبداية مش لازم عربي، يعني حتى ممكن بأي لغة كمان، هو مش لازم بالعربي، فاهمين قصدي؟ فدي كمان كانت من الحاجات اللي ايه، كانت بتبقى حلوة في الأول. بتبقى فعلا زي ما بقول لكم بتبقى awkward، اللي هو زي الجورنالينج بيبقى awkward في الأول، او لما مثلا انتوا ناس بتجورنال وبقالكوا كتير. انا بحس الاحساس ده بس لما بنقطع عن الجورنالينج لمده طويله، لان الحمد لله اي جورنال، الحمد لله عندي النعمه دي. مش بحس ان هو حاجه awkward، بس لما بنقطع عنه مده طويله بحس اللي هو اهلا وسهلا، اكتب ايه يعني، فاهمين؟ بس فنفس الحاجه، يعني دي حاجه very underrated بطريقه اللي هو يعني لا بتفرق جامد جدا. الواحد في جملة هي اللي انا سمعتها قبل كده وهي اللي فرقت معايا جدا، ان الوحيد اللي هيبقى available ليكوا كل الوقت هو ربنا، لكن صحابكم مش دايما available ليكوا. يعني انتوا ممكن صحابكم بيكون عندهم ظروف وعندهم حياتهم وعندهم مشاغلهم ومشاكلهم اللي ما تخليهمش اول ما تحصل معاكوا حاجة وانتوا محتاجين حالا حد تتكلموا معاه، ممكن هما ما يكونوش available. هتعملوا ايه في اللحظة دي؟ فهي دي ربنا هو الوحيد اللي يقدر يلسن to you في اي وقت، مفيش وقت مخصص، يعني خلاص unlimited اي وقت. دي كانت احلى حاجة، لان فعلا خصوصا ان انا شخص برضو بينام في اوقات الناس ما بتنامش فيها. يعني انا كنت بنام بدري جدا at this point، انا لا يعني حاليا مش بنام بدري قوي كده، بس انا كان بجد في فترة بنام بدري جدا، بنام ممكن 8 9، انتوا متخيلين؟ كل يوم، وبصحى بدري جدا. كانت حتى اوقاتي مش مناسبة للبشر الطبيعيين او لصحابي، يعني لا تلون صحابي، فاهمين؟ كنت فعلا بواجه صعوبة في ان انا حاسة بانعزال، مش بلاقي حد اتكلم معاه، وبكون فعلا محتاجة اتكلم. واحيانا برضو الواحد بيكون مش عايز اللي هو بس يكتب كجورنال، بيكون عايز يتكلم، اللي هو انا عايزة زي ما انا قاعدة بتكلم معاكوا كده. تمام، فبيكون هو كده يعني فعلا احسن حاجة، وتكونوا متأكدين ان هو هيكون في رد. هي دي احلى حاجة، حتى لو الرد ده مش حاجة انتوا سامعينها، بس هو في استجابة، دايما في استجابة. وانتوا لما بتتكلموا مع ربنا بيكون برضو بصيغة الدعاء، كأنه دعاء، يا اما بتتكلموا حتى بس بتشكوا وتشتكوا، فاهمين؟ بس فدي لوحدها بجد من الحاجات اللي فرقت جامد جدا 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 معايا. هل ده معناه ان انا مش بعيط؟ لا طبعا عادي، ممكن اعيط عادي جدا. هل ده معناه ان هو بيخليني لا انا خلاص كده مش عايزه اعيط، خلاص العياطه راحت؟ لا عادي بعيط برضو، بس ايه بتكون كده اللي هو كتفريغ، فاهمين ازاي؟ بس بعدين بقى نيجي على انواع العياط. يا جماعه بقيت احس ان ايه، معلش انا هطول عليكم النهارده،
عشان زي ما بقول لكم ماما مشيت يعني، فما فيش حد هدوشكوا انتوا. تمام. المهم فمثلا انواع العياط دي حاجه اكتشفتها حديثا برضو. في العياط اللي هو لما تحصل حاجه وتتصدم، اللي هو العياطه اللي بتيجي كده لوحدها، اللي هو يا لهوي بوف كده تنفجر وماسوره انفجرت فتعيطوا. تمام. في العياطه دي. في العياطه بقى اللي هي ايه، انا عايزه اعيط هو كده مفيش سبب، انا عايزه اعيط عايزه افرغ، بس عايزه افرغ، اللي هو انا مش عايزه اعيط عشان انا عارفه ان دي هتغير حاجه، لا I know ان العياط is not gonna change anything. خلاص الموضوع يعني مش هيغير حاجه، مفيش حاجه، الوضع مش هيتغير لو عيط، بس هو كده انا عايزه اعيط، انا عايزه افرغ، سيبيني اعيط يا ماما. ودي العياطات اللي انا بقول لماما سيبيني اعيط، عشان هي بتزعقني لما اعيط. المهم مش هندخل في المشاكل دي. تمام. فدي عياطه تانية. في بقى العياطه اللي هي ايه، لا انا بعيط كاعتراض كان ان انا عندي امل ان الاحوال هتتغير لو انا عيطت. تمام. دي عياطه اللي هو فقد الامل، اللي هو لا مش فقد، دي العياقه اليائسه، البائسه، سوري البائسه، اللي هو تشفقه على اللي بيعيطها انه يا ايه ده، لا ما فيش حاجه هتتغير، بس هو انا مقتنعه ان حاجه ممكن تتغير لو عيطت كده. فاهمين؟ عياطه اللي هو لا انا اعترض فبعيط، هي كده بس. فدي 3 عياطات لحد دلوقتي اكتشفتهم. وعياطة التفريغ دي عادي، اعتقد ان دي كل البشر بيعملوها، هي دي تقريبا برضو عياطة الولاد، مش عارفة انا بجس، بس اعتقد ان هي دي يعني. ما اعتقدش ان في ولد هيعيط عشان عايز يغير حاجة بعياطه، ما اعتقدش انه هيعيط كانفجارة كده، دي بتيجي من البنات، دي بتاعت الانفجارة اللي هو اوف سوري عيط سوري حصلت كده كرياكشن. فاهمين؟ اللي هو زعل. وفي بقى اللي هي ايه، كابتة جواها بقى وعايزة تعيط، جنى دي انا. بس انا بعيط ال3 عادي، اي نوع، بس الحمد لله بجد مش قادرة اكمل، خلاص تعبت يا جماعة. شكرا جدا لو انتوا سمعتوا لحد هنا، بجد انتوا انتوا جدعان قوي. بس شكرا وباي باي، خلي بالكم من نفسكم.